مشاهير وفنانين غيروا ديانتهم. أهلا بيكم في حكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الدين والعقيدة من أهم الثوابت اللي بيرفض ناس كتير المساس بيها أو حتى التصريح عنها، خصوصا لو كانوا في الوسط الفني أو وسط مشهور. لكن على الجانب الآخر في كتير من الفنانين اللي ما بيهتموش بمسألة الضوابط دي وبيعتبروها حرية شخصية، وما بيهتموش بالعادات والتقاليد وبيصرحوا بديانتهم أو تغييرها. فنجد إن في عدد كبير من الفنانين غيروا ديانتهم لأسباب مختلفة، ومن أشهر الفنانين دول عمر الشريف. عمر الشريف قرر اعتناق الإسلام وغير دينه بعد ما وقع في حب فاتن حمامة خلال تصوير فيلم صراع في النيل، وغير اسمه من ميشيل شلهوب إلى عمر الشريف، واتجوز فاتن حمامة بعد ما اتطلقت من جوزها المخرج عز الدين ذو الفقار. لكن رغم كده اتطلقوا هما الاتنين في النهاية. الفنان منير مراد اللي كان يهودي الديانة وانفصل عن مراته اليهودية ثم أعلن إسلامه واتجوز مباشرة من الفنانة الشهيرة سهير البابلي بعد ما وقع في حبها. أما الممثلة والراقصة المصرية الراحلة سامية جمال في بداية حياتها الفنية اتجوزت من شاب أمريكي مسيحي اسمه شيبرد كينج، ونشأ بينهم علاقة حب، فتحول عن الديانة المسيحية واعتنق الإسلام واتجوزها وغير اسمه إلى عبد الله كينج. لكن في النهاية سرق فلوسها وهرب ومحدش يعرف مصيره فين. الفنانة اللبنانية ديانا حداد وقعت في غرام المخرج والمنتج الإماراتي سهيل العبدول واتجوزوا وأسلمت على إيده، ورغم انفصالهم إلا إنها استمرت في ديانتها الإسلامية، ونفت في تصريحات صحفية أكتر من مرة إنها رجعت للديانة المسيحية ثانية، وشددت على إنها بتؤدي جميع الفروض الدينية. الفنانة الكبيرة ليلى مراد اللي كانت يهودية الديانة أعلنت اعتناقها الإسلام بعد ما اتجوزت الفنان أنور وجدي، وفضلت على ديانتها الإسلامية حتى بعد طلاقها منه. أما الفنانة ماري منيب واللي سبق قدمنا عنها حلقة هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، فأعلنت إسلامها بعد ما اتجوزت جوز أختها اللي توفت وكان مسلم الديانة، وأسلمت على يد حماتها. كذلك أعلنت الفنانة الكبيرة نجمة إبراهيم إسلامها وغيرت ديانتها من اليهودية للإسلام، وسبق وقدمنا عنها حلقة هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. كذلك غيرت الفنانة نجوى سالم ديانتها من اليهودية للإسلام وظلت عليها إلى أن توفت. ثنائية الدين والحب كانت مشكلة عند بعض الفنانين والمشاهير، رغم أن الدين من الثوابت اللي لا يمكن المساس بيها أو المساومة عليها أو التفاوض. بعض الفنانين قام بتغيير ديانته اليهودية أو المسيحية للإسلام من أجل الجواز بالحبيب، لكن على الطرف الآخر في فنانين وازن بين الحب والدين فتغاضوا عن فرق الديانة واتجوزوا من بعض رغم اختلاف الديانات. وكان من أشهر هؤلاء اللي اتجوزوا بدون تغيير ديانتهم كان الفنان يحيى الفخراني اللي وقع في حب دميس جابر وتغاضى عن اختلاف الديانة، فيحيى الفخراني مسلم الديانة أما دميس جابر فمسيحية. كذلك ما منعش اختلاف الديانة بين الفنانة اللبنانية مايا دياب المسيحية الديانة من الجواز من عباس ناصر صاحب الديانة الإسلامية. ما اقتصرش الأمر على الفنانين العرب، ولكن كانت ظاهرة منتشرة حتى بين الفنانين الأجانب، فمنهم الفنانة والمغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة مادونا اللي اتولدت سنة 1958، حولت ديانتها من الديانة المسيحية الكاثوليكية لليهودية وتعتبر من أتباع طريقة القبلة. أما بطل العالم 3 مرات في الملاكمة في الوزن الثقيل محمد علي كلاي اللي اتولد سنة 1944 انتسب في شبابه لجماعة أمة الإسلام اللي كانت ناشطة في صفوف الأمريكيين، وبعدين اتنقل من الديانة المسيحية للإسلام وغير اسمه من كاسيوس إلى محمد علي. أما المغني الراب الشهير أوشيا جاكسون اللي اتعرف باسم آيس كيوب اتولد في لوس أنجلوس واعتنق الإسلام في أوائل التسعينات. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.